اهلا بكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. مدام هناء مغتربة في فرنسا وحكايات واكاذيب لا تنتهي. النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن جزئيتين مهمين جدا. اول جزء فيهم يخص البثات المباشرة اللي مدام هناء عملتها في الفرح بتاع بنتها ياسمين. في بث فيهم طلعت وقالت في الفيديو اللي عملته بعد ما خلص الفرح ان كانت التعليقات بتجري، ما كانتش شايفاها عشان ترد على حد وما كانتش ملاحقة. طيب اول بث اتعمل زي ما انتوا شايفين كده، لما حد بيعمل بث مباشر حتى لو جيت تتفرج عليه بعدها بسنة بيبقى فيه في النص هنا في نص الدايرة دي كلمة محادثة مباشرة، هنا مش موجودة زي ما هي موجودة كده في البث التاني قدامكم، وعامله لكم عليها دايره كلمه محادثه مباشره، بتفضل موجوده حتى لو البث عدى عليه سنه عشان تشوف تعليقات الناس اللي علقتها اثناء البث نفسه. الصوره دي البث اللي عملته مدام هناء ده من 3 شهور، والكلمه هي موجوده زي ما انا بقول لكم، بتفضل كلمه محادثه مباشره موجوده عشان تدوس عليها وتعرف تعليقات الناس وقت البث كانت ايه، مش بعد ما البث خلص، وقت البث كانت ايه. وكل اللي عندهم قنوات على اليوتيوب عارفين الموضوع ده كويس جدا، ولو انا غلطانه حد يطلع يقول لي انتي غلطانه. اذا البث اللي مدام هناء عملته او اللي بتقول انه بث لما كانت لابسه ابيض، ده ما كانش بث، ده كان فيديو عادي للحفلة اللي اتعملت لما بنتها كتبت في شهر 6 زي ما قالت مدام إيمان الجواز المدني، لما اتجوزت الجواز المدني في المريخ، ما كانش بث مباشر زي ما هي قالت. دي أول كدبة كدبتها مدام هناء. تاني كدبة لما قلنا في الفيديو اللي فات ديانة العريس ايه، ده السبب اللي خلى مدام هناء ما تصورش كتب الكتاب، لأن أصلا ما فيش كتب كتاب. على الأقل خالص كانت هتصور للناس المأذون وهو بيوصي البنت الوصايا اللي هي قالت عليها، حتى لو أهل العريس رافضين إن هم يتصوروا، كانت على الأقل خالص هتسلط الكاميرا على المأذون وتبينه للناس وهو بيكتب الكتاب. لكن طالما العريس طلع مش مسلم يبقى طبعا مفيش كتب كتاب من أساسه، ودي تاني كدبة كدبتها مدام هناء. هيطلع حد في التعليقات يقول لي انت بتتتبعي خصوصيات الناس زي ما حد كتب لي قبل كده، هرد واقول انا ما بتتبعش خصوصيات حد، ولا انا ولا اي حد من القنوات المحترمه هي اللي عارضه حياتها على السوشيال ميديا على العلن، ومادام معروض على العلن من حقنا ان احنا نقول راينا. هي ما بتعملش ده خاص، هي بتعمله على العلن، فطالما بيتعمل على العلن من حقنا ان احنا نقول راينا. ده اولا. ثانيا الناس بقى اللي بتطلع تدافع دفاع مميت، انتوا حافظين مش فاهمين، ماشي؟ فطالما انتوا حافظين مش فاهمين وبتقولوا احنا بنحبها مهما عملت ومهما قالت، يبقى مش من حقكم تطلعوا تغلطوا في حد، لان انتوا بتدافعوا عن الباطل وبتدافعوا عن الكذب وبتدافعوا دفاع اعمى، فمش من حقكم تطلعوا تغلطوا في حد. انا ما اتكلمتش في اي حاجه تخص الفرح، ولا اتعمل فين، ولا الفرح كان امتى، ولا ايه اللي حصل في الفرح، ولا الاكل ولا الشرب ولا كل الكلام ده. كل زملائي قنوات النقد المحترمه كفوا ووفوا. انا اللي فارق معايا ومع احترامي لكل قنوات النقد، ربنا يا رب يصلح حالكم ويجعلكم دايما تقولوا كلمه الحق المضمون. ان شاء الله تعملي فرح بنتك في الشارع، تعمليه في شهر 6، تعمليه في شهر 10، تعمليه السنة الجاية، تعمليه من 10 سنين فاتوا، مش فارق معانا. اللي فارق معانا المضمون، والكارثة الأكبر في الكذب اللي بتكذبيه على المتابع. تمام؟ فحضرتك طالعة بتقولي أنا اليومين دول أنا ترند، والقناة زادت مشاهدات بشكل كبير وزادت متابعين بشكل كبير، فأتمنى ان انتوا توصلوني للمليون عشان اخد الدرع الذهبي. ايوه يا جماعة، وصلوها تاخد الدرع الذهبي بالكذب، وصلوها تاخد الدرع الذهبي بالنفاق، وصلوها تاخد الدرع الذهبي بالرأس، وصلوها تاخد الدرع الذهبي بمحاربة كلمة الحق، وصلوها للمليون بالكذب والرياء والنفاق والتبلي، وصلوها تاخد الدرع الذهبي بمشاهدات فيها لوع وكذب على المتابع، يعني مشاهدات حرام.
اللي هتطلع تقول لي دي غيبه ونميمه، لا انا بتكلم في العلن حضرتك، انا ما بتكلمش في غيبه ونميمه من وراها، انا بتكلم في العلن، وكل اتباعها بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي وبتاعت غيري. اخواتي المحترمين اصحاب قنوات النقد المحترمين، البهدوره ايمان مغتربه في باريس، أستاذ محمود صاحب قناة الفرعون المصري، منوعات الهانم، كل الناس المحترمة، انتي الأفضل، وغيرهم 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 من الناس المحترمين اللي بيقولوا كلمة الحق، بيقولوها في العلن، ما بيقولوهاش في الدرع عشان تبقى غيبة ونميمة. تمام. فالمدام طالعة بتقول ان اكتر بلد هيجيلي منها متابعين هي اللي هروح واحتفل معاهم بالدرع وبالمليون لما توصل للمليون. فبتقول لحد دلوقتي اللي وصل اكبر بلد فيها متابعين هي مصر بلدي لحد دلوقتي، وتوقعاتي ان هتفضل مصر هي اكتر بلد بيجيلي منها متابعين. لو الوضع اتغير في احصاءات القناة انا هروح البلد اللي وضعها هيتغير او اللي هتسبق مصر في عدد المتابعين في احصائيات القناة. يعني لو طلعت السعودية، لو طلعت مش عارفة فين، لو طلعت فين، وقعدت تعد كذا بلد. عايزة اقولك يا مدام ان حتى لو كل متابعينك المليون جم من السعودية، انت مش هتقدري تحطي رجلك في السعودية، عشان انت عارفة انت عاملة ايه هناك، وانت عارفة انك مش هتقدري تروحي هناك. وعشان كده سبقتي وقلتي انا في اعتقادي ان اكتر متابعين هيفضلوا من مصر بلدي حبيبتي، عشان لما ترجعي تقولي بعد كده ده اكتر متابعين جم من مصر يبقى انت مسبقه. وطبعا محدش هيشوف معاكي احصائيات قناتك، ولا انت مثلا هتوري الناس على الشاشه احصائيات قناتك هتكون ايه. فانت مستحيل تحطي رجلك في السعوديه، لان انت عارفه انت عامله ايه وعارفه ايه اللي مستنيكي هناك، فمش هتقدري تحطي رجلك في السعوديه. تمام. الجزئيه الثانيه بقى اللي انا عايزه اتكلم فيها، الفيديو اللي عملته مع ميسيو جانو، وكانت كاتبه فيه رقصني على 1:30. معلش اسمحي لي، انا اسفه، انا هغير العنوان وهكتب كل ما ترقص اكتر كل ما تطلع ترند اكتر. معلش يعني سامحيني، يعني حبت كده احب احط التاتش بتاعي. يعني الفيديو اللي عملته مع ميسيو جانو لما قالت انا هروح، انا جيت افرجه على صور الفرح وفيديوهات الفرح، وقعدت ترقص جنب ميسيو جانو وهو قاعد على الكرسي، وكل المتابعين طبعا اللي كلهم كذب ونفاق متابعين الملكة هيصوا ذاته في التعليقات. مفيش ست مسلمة محترمة بتقعد جنب راجل غريب ولو عنده 1,000,000 سنة، لو هو عظم في قفة زي ما بيقولوا عندنا في مصر، وتقعد ترقص وتتميل بالشكل اللي حضرتك كنت بترقصي وتتميلي بيه ده. مفيش ست مسلمة محترمة تعرف ربنا هتروح بيت راجل غريب وتقعد جنبه تلزق فيه وتترقص زي ما حضرتك كنت بتترقصي كده، ولا تكتب عنوان فيديو بالشكل اللي حضرتك كاتباه ده، رقصني يا جدع على 1:30. وطلعتي في الفيديو اللي على القناة التانية، قناة مغتربة في فرنسا، قناتك الكبيرة، بتتكلمي بمنتهى البراءة والوداعة والطيبة اللي في الدنيا، وكأنك ما عملتيش اي حاجة، ولا كأنك اترقصتي عند راجل غريب. اسمحي لي اقولك ان انتي اللي بتعملي في نفسك كده، وانتي اللي بتخلي قنوات النقد تهاجمك وتنتقد تصرفاتك، لان انتي تصرفاتك غير مسؤولة. انتي ماشية بمبدأ ساعة لقلبك وساعة لربك، وماشية بالمثل المصري اللي بيقولوه عندنا، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. اللي طلعت وعملت فيديو عن فضل سورة الواقعة، واللي بتطلع تقول للناس قولوا الأذكار في الوقت الفلاني، واللي بتطلع تقول للناس قولوا الأدعية في الوقت العلاني، ما كانش ينفع تطلع بالمنظر اللي حضرتك طلعتي بيه ده في الفيديو بتاع ميسيو جانو. هتقولوا لي بقى راجل كبير وده بمثابة جد أولادها، زي ما في ناس في التعليقات كاتبين لها مبروك يا ميسيو جانو جواز حفيدتك. من أنهي اتجاه حضرتك جواز حفيدته؟ حفيدته بأمارة إيه؟ حفيدته بأمارة إيه؟ إحنا عندنا في ديننا الست ما ينفعش شرعا تطلع بملابس لا تليق قدام أخو جوزها، ما ينفعش تطلع بشعرها قدام ابن خالها،
ما ينفعش تسلم على راجل غريب مش من اهلها او يعني مش اخوها، لانه يعتبر راجل اجنبي بالنسبه لها، فما ينفعش تصافح راجل اجنبي. فينفع المدام تطلع ترقص وتتمايل، وبصوا لنظرات عينيها وبصوا لطريقتها وهي بترقص وهي قاعده جنب ميسيو جانو حتى لو عنده 100 سنه ولو عظم في قفه زي ما قلت لكم؟ ولا انتوا بتمشوا الدين على مزاجكم وتحطوا الدين على جنب برضو على مزاجكم؟ متهيألي طالما انتوا موافقين على الرياء والنفاق والكذب والخداع، يبقى تحطوا لسانكم جوه بقكم وما تهاجموش قنوات النقد، وخليكم ماشيين كده اذا بوليتم فاستتروا. يعني اللي عنده بلوى كده واللي بيعمل بلوى يقفل كده على نفسه، ما يبجحش، يعني ما يبقاش مش مؤدب وكمان بجح. ما تطلعوش تنتقدوا الناس اللي بتقول كلمة الحق لمجرد انها كلمة الحق دي اعترضت تصرفات الملكة بتاعتكم. فيعني يا ريت اقفلوا سوسة بقكم وما تهاجموش حد من قنوات النقد اللي بتقول كلمة الحق، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. وهقولها للمرة الثالثة والعشرة والمليون، طالما بتعرض حياتها على العلن يبقى احنا من حقنا نقول رأينا على العلن. بتوع بقى دي غيبة ودي نميمة وملكوش دعوة بالنقاب، خليكوا في حالكوا. دوروا بس على المدام بتاعتكم بتعمل ايه، وصلوها، ما تنسوش توصلوها للمليون، وتاخد الدرع الذهبي بالرقص والنفاق والكذب والتبلي وكل الحاجات اللي هي بتعملها دي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلتم معايا حد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم. وهأكد عليكم للمره الثانيه ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي القناه تتشاف والفيديو يتشاف والقناه تكبر بيكم ومعاكم. دعمكم هيشرفني وهيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع تومة ترند اليوتيوب.